اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. هنكمل النهارده بناء النوتس اب. طبعا احنا المره اللي فاتت كنا انتهينا من جزئيه بسيطه جدا، زي ان احنا اتكلمنا عن البلوك بروفايدر وفهمنا هو احنا المفروض نستخدموه فين عشان نوفر شويه في الريسورسز بتاعتنا. يعني لو مش محتاجين ان احنا نستخدموه في الماتيريال اب فوق الماتيريال اب يعني، فبالتالي ممكن نستخدموه فوق الويدجت اللي احنا محتاجينه فيها بس مش اكتر، بحيث ان لما نخلص من الويدجت دي يتعمل له كلوز على طول، فبالتالي ما نستهلكش ريسورسز مش محتاجينها. تمام. النهارده بقى هحل شويه مشاكل عندنا في التطبيق دلوقتي، وبعد كده نكمل بناء التطبيق. فاول مشكله عندي، خلي بالك لما باجي اضيف نوت كده، تعالى كده نجرب نضيف نوت مثلا، واعمل هنا مثلا اد تايتل، او مش لازم نضيف نوت اساسا. تعالى كده نروح على الاد نوت بوتtom شيت. بص انت جمال ان انت تكون مقسم اليو اي بتاعك صح. انا عايز اروح على ويدجت بروح لها على طول، مش محتاج ادور اصلا، لان انا مقسم الويدجتس بتاعتي. كل ويدجت او كل مجموعه من الويدجتس بتمثل حاجه في فايل لوحديها، فلما احب اروح لها بروح على الفايل على طول. الموضوع بسيط جدا. لما تكون منظم تلاقي الشغل بتاعك كده بيساعدك ان انت تخلص بسرعه. ماشي. تعالى كده نبص على الموديل بروجرس هاد ونخلي دي تبقى بترو كده ونشوف اللي هيحصل، ونعمل كنترول اس كده. فزي ما انت شايف في مشكلتين حصلوا هنا. المشكله الاولى ان البوتم شيت الارتفاع بتاعها اتغير. تمام، ده مبدئيا. ثانيا ان انت عندك البادنج اصلا متطبق على الموديل بروجرس هاد، فبالتالي الباك جراوند بتاع الموديل بروجرس هاد مختلفه عن الباك جراوند اللي تحتيها، فطبعا عامله الفاصل اللي مش لطيف هنا. تمام، فانا طبعا عايز احل المشكله دي. المشكله دي بسيطه، انا ممكن احلها عن طريق ان انا اغير مكان البادنج. بدل ما البادنج فوق الموديل بروجرس هاد يبقى تحتيها، فبالتالي مش هيأثر عليها اصلا. فده كده حل سهل وسريع ليها يعني. او انك تغير الباك جراوند بتاعت الموديل بروجرس هاد على طول. يعني انت ممكن تخليها نفس الباك جراوند اللي تحت، فبالتالي مش هيبان الفرق ده. تعالى دلوقتي نحطها جوه بادنج ويدجت، واحط هنا البادنج بتاعي بالمنظر ده كده، واعمل كنترول اس. طبعا انا كده لسه فوق الموديل بروجرس هاد، معلش انا اتلخبطت. المفروض يبقى تحت الموديل بروجرس هاد، يعني فوق السنجل تشايلد سكرول فيو كده، احطها جوه بادنج ويدجت واحط البادنج هنا كده. فزي ما انت شايف كده المشكله دي اتحلت، فده حل سريع يعني. بس مش دي الازمه بالنسبه لي. الازمه بالنسبه لي بتحصل لما بغير دي مثلا لفولس او لترو. يعني بص اللي بيحصل، حجم البوتم شيت ذات نفسه بيتغير، فبالتالي ده مش شكل لطيف اظهره لليوزر. تمام، انا عايز حجم البوتم شيت يفضل ثابت في كل الحالات سواء انا لودنج او لا. طبعا دي اكيد حاجه واضحه ليك وليا، ان لازم شكل اليو اي يفضل ثابت، ما ينفعش يتغير كده مره واحده لليوزر، اكيد هيتضايق. يعني انا شخصيا لو استخدمت حاجه ولقيتها بتحصل كده هحس ان الابلكيشن ده يعني متكروت، معمول فيه اي حاجه وخلاص. فبالتالي محتاجين نحل المشكله دي. طب نحلها ازاي؟ المشكله دي سهل حلها جدا، عن طريق ان انا حاجه من الاتنين، يا اما ادي فيكسد هايت للبوتم شيت اصلا اللي هي الويدجت الرئيسيه بتاعتي هنا. لو اديتها فيكسد هايت فسواء هيظهر لودنج انديكيتور او مش هيظهر، دايما هيبقى عندي سايز محدد للبوتم شيت. بس الحل ده انا مش بحبه. ليه مش بحبه؟ طبعا الافضل ان انا اوريك، لان الكلام لوحده ما بيبقاش كفايه. تعال نحطها جوه سايز بوكس كده، واخلي الهايت مثلا فنفترض ب 500. تمام، فطبعا دلوقتي هتلاقي البوتوم شيت بالفعل ارتفعت كده معاك والدنيا بقت لطيفه. ولو غيرت دي مثلا لترو وعملت كنترول اس كده، هتلاقي ان مفيش اي مشكله في السايز. وحتى لو قللت السايز، فنفترض لو خليته مثلا 300 مثلا، قللناه كده شويه، هتلاقي برضو ما عندكش اي مشكله خالص. ليه بقى ما عنديش اي مشكله؟ لان انا دلوقتي مدي فيكسد هايت، وطبعا الفيكسد هايت هيخلي فيه مساحه محدده ما ينفعش البوتم شيت يزيد عنها. بس دي طبعا تعمل لي مشكله تانية. ايه المشكله التانية؟ ان بسبب الحركه دي انا بقى عندي مساحات فاضيه ملهاش اي لازمه في اليو اي، زي مثلا ان المساحه اللي من تحت دي طبعا ملهاش اي لازمه خالص. فبالتالي انا مش حابب اعمل الموضوع ده. الى جانب ان انت ممكن دلوقتي تبتدي تفكر بقى في ازاي تحل المشكله دي. يعني تبتدي تفكر دلوقتي انا ممكن اخلي البوتوم ده ينزل تحت خالص، فبالتالي المساحه تبقى هنا، فممكن تبقى مقبوله شويه. لكن في كل الاحوال انا مش عايز الشكل ده. انا عايز دلوقتي ان البوتوم شيت يفضل زي ما هو اخد الهايت بتاع التشيلدرن بتوعه. ده انا شايفه انسب شكل بالنسبه لي دلوقتي، الشكل عاجبني بصراحه. فبالتالي انا عايز احافظ على الموضوع ده. طب ممكن احافظ عليه ازاي؟ عن طريق ان انا ابتدي اشوف بديل لللودنج. يعني مش لازم دايما تحاول تحل المشكله،
بمعنى يعني انا دلوقتي اللودنج لما بيظهر بيكبر البوتم شيت، مش لازم افضل ادور طب انا عايز اخلي السايز بتاعها لازم يبقى حجمه قد كده بحيث ان هي ما تتغيرش والكلام ده. لا، انت ممكن تدور على حلول ابسط من كده. خلي بالك ان انت ما عندكش حل واحد، لا، الحاجة ممكن تتحل بأكتر من طريقة وكل الطرق تكون صح. الفكرة ان انت تدور على اسهل حل بالنسبة لك ويكون حل صحيح. لو انت فكرت فيها دلوقتي، طب ليه اظهر انديكيتور هنا اصلا؟ يعني ليه اخلي دي مثلا بترو؟ ليه اعمل الحركة دي اصلا؟ ما انا ممكن مثلا اظهر له انديكيتور بشكل مختلف، محتاجش ان انا استخدم الموديل بروجرس هاد اصلا. زي مثلا ان انا اغير البوتن ده، اخلي الاد دي تختفي ويظهر مكانها ايه؟ انديكيتور. دي هتلاقي نفسك بتشوفها في تطبيقات كتيره جدا. تطبيقات كتيره جدا لما بتيجي تظهر اللودنج بيظهروه في مكان البوتن كده، ما بيظهرهوش في الشاشه بالكامل. طبعا في دي وفي دي، الاتنين صح مش غلط، بس انا شايف ان هنا فعلا ان انا اظهره مكان البوتن حل افضل، وكمان هيحل لي المشكله، فليه لا؟ فانا ممكن اروح على البوتن ذات نفسه. تعالى كده نروح على البوتن على طول. ادي البوتن اهو بتاعي. فمحتاج الاول خالص اخليه يقبل ان هو يظهر لودنج انديكيتور. فانا هعمل هنا مثلا ايه؟ متغير، هقول فاينل بول از لودنج، بحيث ان هو يقول لي هو البوتن ده المفروض يظهر لودنج انديكيتور ولا لا. وهخلي القيمه الديفولت بتاعته تبقى فولس، لان الطبيعي ان هو ما يظهرهاش اصلا. وممكن اجي هنا مثلا على التكست ويدجت دي واحط الاز لودنج بتاعتي، اتشيك اشوف هل هو لودنج دلوقتي ولا لا. لو كان لا هظهر له التكست ويدجت. طب لو كان لودنج بالفعل هظهر له سيركلر بروجرس انديكيتور. الموضوع بسيط. طبعا وهنا معترض على الاز لودنج. تعالى كده نبص معترض عليها ليه. لان هي مش كونست. تمام، فتعالى نشيل الكونست كده. حلو قوي. تعالى نخلي دي كونست، ونخلي برضو التكست ده ايه؟ كونست كده. حلو. فكده دلوقتي البوتن ده مستعد ان هو يظهر ايه؟ يظهر لودنج انديكيتور. ممكن نروح كده على البوتن هنا ونجرب الحركه دي، اقول از لودنج واخليها بترو، نشوف بس المنظر مش اكتر. زي ما انت شايف ظهر معايا بالفعل اهو، وشكل اليو لطيف. يعني لو ظهرت هنا كده يبقى شكلها لطيف. ممكن طبعا تغير الكالر مثلا. تعال نخلي الكالر يبقى colors dot white او بلاك مثلا زي التكست اللي يريحك. يعني ممكن تخليه مثلا بلاك كده، اللون اللي يريحك، اللون اللي انت شايفه مناسب. طبعا انت لو عندك ديزاين بتلتزم بالديزاين. انا شايف البلاك شكله افضل. تمام، فانا شايف البلاك شكله افضل. لو انت شايف الوايت شكله افضل خليها وايت، بس انا شايف البلاك شكله حلو. ممكن برضو نصغر حجمها شويه. يعني ممكن اجي هنا كده واحطها جوه ويدجت، اقول سايز بوكس هنا كده، واقول مثلا الهايت يبقى فنفترض ب20 مثلا، والويدث بتاعي يبقى برضو ب20، ونعمل كنترول اس كده. ممكن نزودها عن كده، ممكن نخليها مثلا 24 و24، ونعمل كنترول اس. طبعا هو لسه متعرفش على اخر مره عشان كده شكلها مش دائري. ماشي، اعتقد كده كويسه جدا. خلاص تمام، هنكتفي بهذا القدر فيها في الجزئيه دي. لسه مخلصناش الفيديو يعني. تمام. تعالى بقى نرجع هنا. انا دلوقتي محتاج اغير دي على اساس الستيتس بتاعه الكيوبيت بتاعي، فبالتالي محتاج الكاستم بوتن ده يلسن على الموضوع ده. فهحطه جوه بلوك بيلدر عشان اقدر السن على الستيتس، واقول هنا اد نوت كيوبيت، وهنا اد نوت ستيت. تمام قوي كده. وبعد كده بكل بساطه هنا اقول state is add node loading. في الحاله دي اخليها بترو، ما كانتش اخليها ايه؟ بفولس. بس الموضوع كده انتهى على كده. زي ما انت شايف كده الموضوع بقى بسيط جدا. فكده لو رحت اضيف نوت، تعال نقول add node، وهنا نفس الكلام اضيف مثلا body كده، اي حاجه يعني، ونجرب كده. عايزك تلاحظها بس بسرعه لان هي بتنتهي بسرعه جدا. ما لحقناش يعني. المهم ان هي بالفعل بتظهر، لان انت زي ما انت شايف اشتغلت معانا وشفناها. فطبعا لو الموضوع طول، او لو انت مثلا بتجيب داتا من على النت او حاجه زي كده، هيكون ده حل لطيف. طبعا احنا كده حلينا المشكله دي، لكن لسه في مشكله تانية، بس عشان الفيديو ما يطولش عن كده فاكتفي بهذا القدر. تعالى كده مثلا نعمل كومنت للتغييرات دي. او لا، قبل ما اعمل كومنت عايز اقول لك على نقطه تانية. خلي بالك ان انا مستخدم هنا بلوك بيلدر. تمام. وبرده في الاد نود بوتوم شيت مستخدم بلوك ايه؟ بلوك كونسيومر. تمام. فخلي بالك، هل انا هنا محتاج بلوك كونسيومر؟ هو ايه المميز في الكونسيومر والبيلدر؟ ان البيلدر بيريبيلد اليو اي لما بتجيله ستيت جديده، والكونسيومر برضه بيريبيلد اليو اي، بس كمان بينفذ ايه؟ بينفذ شويه اكواد على اساس الستيتس اللي جايه له. طب دلوقتي فكر معايا، هو انا بريبيلد اليو اي اصلا؟
يعني هل انا بريبيلد اي حاجه؟ لا خالص، انا بريبيلد حاجه واحده بس، البوتن. وبالفعل البوتن حاطط له ايه؟ حاطط له بلوك بيلدر. فهل انا هنا محتاج بلوك كونسيومر؟ لا اصلا مش محتاج بلوك كونسيومر، لان انت مش محتاج تريبيلد كل الحاجات دي اصلا. فبالتالي انسب مكان هنا ممكن يبقى بلوك listener، عشان المكان ده مش محتاج ان هو يشيل ايه؟ يشيل بيلدر، لا ده ممكن يشيل تشايلد عادي جدا بالمنظر ده كده، مش محتاج ان انا احط فيه ايه؟ بلوك بيلدر. طبعا تعالى نمسح الاقواس الزياده دي كده، ماشي، عشان الاقواس بس ما تدوغناش. تعالى كده نمسحها كويس عشان ايه؟ الاقواس ما تعملناش مشاكل. يعني تعالى هنا كده نبص على الاقواس قبل ما نمسح، عشان ايه؟ عشان الاقواس دي هتضايقنا واحنا بنمسح. ايوه كده تمام، ماشي. ونمسح الريتيرن دي ونخليها ايه؟ ونخليها تشايلد كده. تعالى نحط بس دي، ماشي. زي ما انت شايف كده اشتغلت معانا، حلو قوي. فدلوقتي بالفعل الكود هيشتغل معايا زي الفل، لان انا فعلا مش محتاج اريبيلد اي حاجه. انا مش محتاج غير ان انا اريبيلد البوتن، والبوتن بالفعل عليه بلوك بيلدر. هنا انا ممكن استخدم بلوك ليسنر بس عشان اليسن على مجموعه الاكواد دول وانفذهم، على افتراض ان انت عايز في المنطقه دي تنفذ مجموعه محدده من الاكواد وعايزها هنا. ما انت هنا خلي بالك في البوتن برضو كنت ممكن تستخدم البلوك كونسيومر وتنفذ نفس مجموعه الاكواد عادي جدا، بس انا بدي لك مثال يعني على اساس ان ممكن تقابلك كيس زي دي، فاهم؟ فهنا البلوك ليسنر هيبقى حل مثالي، لان انت فعلا ممكن محتاج تنفذ مجموعه من الاكواد بس مش محتاج تريبيلد اليو اي، لان عندك ويدجت في مكان تاني محطوط عليها البلوك بيلدر بتاعها وبالفعل بتريبيلد اليو اي. فبالتالي هنا انت مش محتاج تريبيلد الويدجتس دي اساسا. شايف انت جمال البلوك؟ تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز، ولو انت فاهمه هتعرف تتعامل بكل سهوله. فخلي بالك لازم تستخدمه كتير عشان تبتدي تفهمه، مش من اول مره. بس طبعا انا برضو مش هخليه بلوك ليسنر، خلي بالك هخليه بلوك كونسيومر، لان انا عايز استخدم ويدجت في المكان ده اسمها ابزورب. تعالى كده نكتبها، ابزورب بوينتر، تمام، وبياخد بارامتر اسمه absorbing. فانا ممكن هنا تشيك على الستيت اشوفها، لو كانت اد نوت لودنج كده هخليها تبقى بترو، ما كانتش هخليها تبقى فولس. تعال اقول لك دي عباره عن ايه بقى، يعني مش اكتر. دي بقى بكل بساطه انا دلوقتي لما باجي اضيف نود، فلنفترض لو عمليه اللودنج بتاخد فتره طويله، فطبعا البوتن حالته بتتغير لللودنج، لكن التكست فيلد ده والتكست فيلد ده واي حاجه موجوده في البوتم شيت فانا ممكن اتعامل معاها عادي، ممكن اتعامل معاها واضغط عليها واعمل مشاكل انت مش عايز تعملها دلوقتي، خصوصا ان انت بتنفذ حاجه، يعني انت بتفتش حاجه من على النت، بتضيف حاجه للداتابيز. فبالتالي في الوقت ده انت مش عايز اليوزر ياخد اي اكشن تاني، انت عايز توقفه، مش عايز تديله امكانيه ان هو يضغط على حاجه في المكان ده. فبالتالي بنستخدم حاجه اسمها absorb pointer. absorb pointer دي لو بترو هتمنعك ان انت تتعامل مع اي حاجه على السكرين. بص كده، جرب اضغط كده مثلا على اي حاجه، بص مفيش اي حاجه بتحصل. ليه مفيش اي حاجه بتحصل؟ لان خلاص هو بقى بيابزورب البوينتر بتاعك، فبالتالي مفيش اي حاجه بتسمع معاك في المكان ده اصلا. فطبعا دي حل مثالي قوي لو هتخلي مكان كده صغير هو اللي بيحصل فيه عمليه اللودنج وانت مش عايزه يتعامل مع اي حاجه عندك على السكرين. فبالتالي في الحاله دي لازم تستخدم الابزورب بوينتر، وزيه زي الموديل بروجرس هات بالظبط، محتاجه تشيك على الستيت اشوفها لو كانت لودنج فخلاص خليه ابزورب البوينتر، ما كانتش خليها بفولس خلاص. فبالتالي اليوزر يقدر يتعامل مع الشاشه تاني. طبعا طبق المثال ده على اي حاجه تانية، تمام؟ انا بدي لك هنا مثال وكيس اهي واضحه واتكلمنا فيها في نقط كتير جدا، يعني اعتقد اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تقابلك حتى في المواضيع التانية. بس بكده هنكتفي بهذا القدر بقى، خلاص احنا طولنا قوي في الفيديو ده بس مش مشكله، لان اتكلمنا عن معلومات كتيره كويسه مش وحشه. ماشي، حلو قوي. تعالى كده نعمل كومنت بقى للموضوع ده، مثلا change add node loading بس مش اكتر، add node bottom sheet مثلا. تمام قوي كده. وتعالى نعمل كومنت ونعمل بوش للكود، وبكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.